ازيكم؟ ايه، رجعت لكم فلوج جديد. فلوج النهارده هناخده من اوله لاخره. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. طبعا اول حاجه كنت بجيب المرطب بتاعي والحاجات يعني بتاعه السكين كير روتين بتاعي. ما تستغربوش من شكل التسريحه متبهدله، بس انا حرفيا كل شويه ارتبها كده اي حاجه وترجع تتبهدل تاني. ففي الاجازه بقى نبقى نعمل اللي احنا عايزينه. التصدير الثالث اللي هو الجي ده هيكون مخدوم جي وبعدين حاليا جيت من المدرسه وعايزه افطر بقى دلوقتي. انا كنت جايبه النودلز ده امبارح وما اكلتوش فهفطر بيه دلوقتي. والنودلز ده يا جماعه انا بحبه قوي. هو بتهيألي ده اكتر نودلز باكله الفتره دي، بس مش دايما يعني لانه هو مش موجود في المكان اللي انا قاعده فيه، فبلاقيه في اماكن تانية. فبقيت اجيبه بقى مثلا راح اجيب حاجه او راح مشوار ولا حاجه بقيت اجيبه. ماشي. وحتى مش دايما بلاقيه، بس بجد طعمه تحفه قوي لما بيتعمل يا جماعه. لما بيتعمل وبيتحط عليه هوت صوص، او لا هو مش هوت صوص بقى، لا هو اللي هو الكوريان صوص بتاع جود فرانس. بجد بيبقى طعمه قريب من النودلز الكوري قوي، يعني مش بالظبط يعني، بس بيبقى طعمه قريب منه قوي. الميه بتغلي، بدأت تغلي دلوقتي او هتغلي، فهحط فيه دلوقتي. بصوا هو بيبقى جاي معاه اللي هو كيس التوابل ده. ماشي، كيس التوابل العادي. وبيبقى جاي معاه الزيت والصويا صوص. بحط الصويا صوص والزيت والتوابل الاول على النار في الطاسه وهي ما فيهاش ميه. وبعد كده اروح جايه حاطه النودلز عليه. خلاص خلصته. بصوا بقى شكله بني كده، بس هو فاتح شويه في الكاميرا وبيبقى لونه بني. هو لونه بني عامه يعني، بس انا حاسه ان المره دي زودت فيه ميه. عامه ما بحطش عليه اصلا ميه. تمام. بس المره دي ما صفتش بصراحه من الميه بتاعته كلها، فقلبته بالميه، فمش مشكله بقى. المهم انه طعمه حلو. بصوا دلوقتي بقى في شويه حاجات كده انا كنت جايباها، جبتها بفلوس العيديه وكده، فهوريها لكم. ماشي، يلا بينا. اول حاجه جبت ماسك حليب عشان كنت محتاجاه. انا عندي واحد بس، التاني ده بستخدمه في حاجات تانية. وجبت بعد كده المرطب بتاع دير. طبعا شفت فيه عليه ريفيوز كتيره جدا، وفي ناس بتقول طلع على حبوب وفي ناس قالت لا، فانا بصراحه قلت اجرب لاني ما لقيتش حاجه خالص تنفع لبشرتي. تمام. ده سعره 145 جنيه، وكان نازل على العرض ب120، وفي بيتباع في اماكن تانية اغلى من كده. ماشي. ده بيبقى جل. بصوا، فده اللي هينفع مع بشرتي لان بشرتي دهنيه. بس بصراحه انا استخدمته يعني حاساه حلو قوي على البشره. وكمان مش بيلزق، يعني بعد ما البشره تمتصه قوي مش بيلزق خالص ولا كانكم حاطين حاجه. وبيرطب الوش، فبجد تحفه قوي، بجد تحفه. فاتمنى ما يطلعليش حبوب. المبرد بتاع الرجل ده كان بتاعي القديم اتكسر، فاصلا كده كنت عايزه اجدده فجبت ده. هجربه برضو. بصراحه انا مش عارفه، كنت محتاره اجيب ده ولا اجيب اللي هو التاني اللي هو بيبقى خشب. فبصراحه قلت اجيب ده وخلاص، مش مشكله، جربته يعني كتجربه. جبت اللي هو الجلافز ده. بصوا يا جماعه، انا شفت ناس كتير قوي بتستخدمه تقول عليه حلو. بيستخدم مرتين في الاسبوع. فانا هجربه وابقى اقول لكم عليه برضو. الحاجات اللي جبتها دي هجربها وابقى اقول لكم عليها. تمام. بس بصراحه انا حاسه اصلا حلو، يعني هو في نفس الوقت يعني ايه، هيعمل سكراب بسيط كده للجسم، وفي نفس الوقت مش هيعور. بصوا بجد ملمسه تحفه قوي. وبعد كده جبت ايه تاني؟ وبعد كده جبت توكتين ستان، لان التوك اللي عندي بقالها فتره، بقالها فتره كبيره يعني، فعايزه اغيرها. بتهيألي من العيد اللي فات، من العيد اللي فات، فعايزه اغيرها. فجبت الاتنين دول لونهم جميل قوي. بصوا، هي دي اخضر اصلا بس مش عارفه ليه باينه هنا. بص، ايوه بتبان اهي. ودي كده كده لونها باين. جمال قوي والماتيريال بتاعتهم حلوه. وجبت البودي لوشن ده بتاع ايفا. بصوا يا جماعه بقى، ده احلى من التاني. ليه بقى؟ بصوا، فاكرين اللي انا كنت جايباه اللي هو بس اللي هو كان الازازه كده، اللي هي كده اللي هي بنضغط عليها من فوق كده؟ ده طلع احسن منها. ليه؟ لان التاني خفيف. بصوا ده قوامه عامل ازاي. ده تقيل عامل زي المرهم، التاني قوامه خفيف. فده بصراحه بيرطب. انا جبتهم ده، انا جربتهم، انا جايبهم بقالي كام يوم. فقلت اوريهم لكم. بصوا يا جماعه، الايد بتتشربوا، وفي نفس الوقت بعد ما الايد بتتشربوا جامد او الجسم يعني عامه، مش بيلزق. وكمان ترطيبه بيقعد فتره طويله اكتر من التاني. فبصراحه ده عجبني قوي.
هو فيه ريحه بس فيه ريحه بسيطه، يعني ريحته مش جامده قوي يعني، فانا حبيت اجيب حاجه ريحتها ما تكونش جامده قوي. كنت عايزه اجيب البادي سبلاش بتاع ايفا، بس اللي انا كنت عايزاه، الريحه اللي انا كنت عايزاها ما كانتش موجوده، فقلت باذن الله يعني ابقى اجيبها ايه ابقى اجيبها مره تانية. اخر حاجه بقى جبت الفوطه المايكرو فايبر دي. بصوا يا جماعه، انا سمعت ناس كتير بتقول انها مفيده للشعر، فانا جبتها. مش عارفه، اختي بتقولي انها هتبقى صغيره، بس انا كده كده شعري خف اصلا، ماشي، فحسها هتيجي، لا هتيجي على قد شعري. بصوا، دي احلى من الفوط اللي هي العاديه، فانا هجرب كل الحاجات دي بقى، وابقى ايه، ابقى اعمل لكم ريفيوز عليها بعد فتره. بس اظن يعني ممكن الريفيو اللي هتلاقوه على التيك توك، مش هتلاقوه على يوتيوب. هحط لكم اللينك بتاع التيك توك بتاعي في الديسكربشن بوكس تحت. روحوا اعملوا لي فولو هناك. تمام. وبس كده، دي الحاجات اللي جبتها، وفي شويه حاجات برضو محتاجاها، هبقى اجيبها وابقى اصورها لكم. بعد كده بقى لقيت نفسي فاضية بالليل، قلت اروح لدكتورة الجلدية، لاني حرفيا وشي متبهدل بقالي فترة، فقلت لازم اروح لها بقى ومسكتش على وشي اكتر من كده. فرحت وكتبت لي على علاج وجبته وانا جايه. بصوا، انا جيت دلوقتي من عند الدكتوره، تمام، وجبت العلاج وانا جايه. طبعا انا في عندي حاجات، فما جبتش كله يعني. كان عندي محلول كلينداسول، هي كتبته لي تاني، بس انا عندي فسبته، فاللي هو ما جبتوش يعني. والدكتوره قالت لي لما اخلصه هجيب حاجه تانية اقوى من كلينداسول يعني، ماشي. وكان عندي اللي هو برضو اللي هو المرهم الجل ده، اللي هو بيتحط نص ساعة في الضلمة او ساعة يعني وكده. ده برضو عندي لسه، فقالت لي اكملهم واخلصهم، هتديني حاجات تانية غيرهم. كتبت لي بقى المرة دي، طبعا هي كانت كاتبالي على ده قبل كده. انا رايحة بقالي فترة كبيرة قوي، وانا اللي بصراحة اهملت وما روحتش يعني، فعشان كده ايه، ده خلصان من عندي بقاله كتير. ده هجيب منه تاني، خلاص الشريط ده واجيب منه تاني. تمام. و وكتبت لي على الغسول ده شكله. ده هيبقى مرتين في اليوم، وهروح لها اصلا بعد اسبوعين. بصوا ده شكله من جوه، شكله عسول قوي، عجبني شكله. على فكره انا حاسه انه هيبقى غسول فوم، لانه بصوا بيطلع ازاي، مش عارفه هل هيطلع غسول فوم فعلا ولا ايه، شكله كده. بصوا اقول لكم حاجه، هنبقى نجربه. كده كده يعني هغسل بيه وكده على طول، فهجربه بقى وابقى اقول لكم برده عليه. عشان كده انا كنت هجيب غسول اصلا بعد العيد، وانا كنت بجيب الحاجه اللي جبتها يعني بعد العيد من فلوس العيديه. كنت هجيب غسول، وقلت لا استنى لما اروح للدكتوره الاول علشان ما اجيبش حاجه وتطلع مش مناسبه لبشرتي. بصوا يا جماعه، الغسول ده كان سعره كام؟ الغسول ده عامل 160 جنيه. فانا هشوف بصراحه اذا كان حلو ولا لا، وهبقى اقول لكم برده عليه. تمام. بس الاحسن يعني ان انتوا في حته الغسول دي بالذات والحاجات دي، او لو في حبوب هتعالجوها، الاحسن يعني تروحوا للدكتوره بصراحه، يعني انا ده رايي. بعد كده بقى هوريكم شويه حاجات كنت جايباها. جبت اول حاجه مشط خشب. بصوا يا جماعه، وانتوا بتشتروا المشط الخشب افتحوه واعملوه في ايديكوا كده. لو حمر ايديكوا قوي او لقيتوه حامي، ما تاخدوهوش، لانه اللي بيبقى حامي ده بيعور فروه الراس. فده الحمد لله يعني طلع كويس. هشوف بقى بيستخدم ازاي، هعقمه اكيد الاول واظبطه يعني، وهبقى اقول لكم برضو نستخدمه ازاي. بعد كده جبت اللزق الدبل فيس بتاع الطرح ده برضو، لاني ما فاضلش عندي غير حاجه بسيطه خالص، وانا مش بستخدمه للطرح بس، انا بستخدمه لحاجات كتيره قوي، لان بصراحه بيلزق كويس يعني. هو احلى من كنت جايبه لزق دبل فيس قبل كده من المكتبه وما كانش حلو، ده طلع احلى. وبعد كده جبت الاستراس اللي هو بتاع الطرح ده ليه بقى عندنا خطوبه، ف هبقى احطه في الخمار. وبعد كده جبت الشرابات دي. جبت الشراب رصاصي، مش عارفه حبيت شكله، وجبت ده برضه حسيت شكله شتوي شويه، رغم ان احنا داخلين على الصيف يعني وكده، بس مش مشكله، شكلهم عجبني فجبتهم. جبت الشاور بتاع مود ده. اول مره اجربه بصراحه، بس شفت ناس كتير قوي بتقول عليه حلو، فهجربه برضو بقول لكم عليه. بيقولوا انه بيرطب الجسم حلو كمان وكده، خرج على مش مشكله، همسح ايدي. واو، ريحته حلوه قوي، ريحته حلوه قوي قوي قوي. كنت عايزه اجيب اللي هو البينك ده عشان اعمل ماتشنج بينه هو والجلافز بتاع الايد والبودي لوشن، لان كلهم لونهم بينك، بس ما لقيتوش للاسف البينك ده، فقلت مش مشكله بقى اي حاجه. اوبا، حطه على جنب. بعد كده جبت بقى البرفيوم دي. بصوا يا جماعه، ثانيه واحده، بصوا انا جبت البرفيوم دي، و
محدش يقول لي البرفيوم حرام، لان البرفيوم نفسه مش حرام، هو حرام ان انا احطه بره او حد مش من محارمي ان هو يشم ريحته. تمام. فانا جبته احطه في البيت عادي، يعني انا بحب احط الحاجات دي في البيت، فبحب ادلع نفسي، مش لازم يعني احطه وانا خارجه. وبس كده، دي الحاجات اللي جبتها. يلا بينا بقى نقعد نشوف هنعمل ايه. بعد كده اكلت وريحت شويه، وبعد كده خليت بابا عمل لي قهوه، لاني بصراحه كنت حاسه اني مصدعه قوي. لازم كل ما اجي اسجل او اصور لازم حد يرن الجرس والله انا تعبت. المهم نرجع لموضوعنا. كان دماغي مصدعه قوي بصراحه، وما عدلهاش غير كوبايه القهوه، رغم ان هي بتتعبني قوي، بس ما فيش مشكله يعني، انا بشربها بصراحه، بقيت اشربها كل فين وفين. حتى الايس كوفي اللي كنت بحبه قوي، والله بقيت اشربه كل فين وفين كده، لاني بشربهم اعصابي بتسيب وجسمي بيبدا يترعش، ومش ببقى قادره اخد نفسي خالص، وخلاص وقلبي بقى بيوجعني قوي، فما بقيتش اشربهم على طول. المهم بقى هقعد دلوقتي اذاكر عربي. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد، انا مش عاجبني الترم ده خالص الترم ده كان ملخبط قوي في بعضه، وما كانش فيه حاجه ماشيه مظبوط يعني. ربنا يسترها بقى السنه الجايه، يعني كل شويه اقول لكم ربنا يسترها السنه الجايه، عشان بجد انا خايفه. واول ما شفت الجدول بتاع ثانويه عامه، انا قلبي اتقبض قبضه حرفيا، مش قادره اقول لكم بجد. امال احنا بقى هنعمل ايه والله. ربنا معانا كلنا، ربنا يوفقنا وربنا يوفقهم هم ان شاء الله باذن الله السنه دي. المهم بقى كنت عايزه اقول لكم حاجه. بصوا يا بنات، الاكونت بتاعي اللي انا قلت لكم عليه، اللي هسيبه لكم في الديسكربشن بوكس تحت، تمام. ده الاكونت بتاعي اللي هنزل عليه المحتوى اللي انا هعمله جديد، تمام، اللي هو اليو جي سي. انما الاكونت بتاعي التاني اللي هو الاكونت بتاعي انا، اللي مش بعمل عليه حاجه عادي يعني، ده بتاعي انا، ده انا مش هحطه لكم، فانا هحط لكم بتاع الشغل بس اللي لسه فاتحاه جديد. روحوا اعملوا لي فولو هناك. عشان طبعا هو لسه عليه بيتهيألي 20 فولورز او حاجه زي كده، يعني حاجه بسيطه قوي يعني. اعملوا لي فولو هناك بقى، و عشان باذن الله هنزل عليه حاجات حلوه كتير هناك. اسمها افعال، ايه اسماء الافعال؟ جميل. احنا عارفين يا استاذنا حاجه اسمها اسم، حاجه اسمها فعل، لكن اسم فعل دي غريبه. ايه ده؟ انا بص يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. اسماء الافعال هي اسماء مبنيه تعمل عمل الفعل تتضمن معناه وزمنه ولا تقبل عمله. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اي كلمه عندك في اللغه العربيه انت عارف. قعدت ساعة بقى اذاكر عربي، وبعد كده كان عندي سيشن جرافيك ديزاين، فهي كانت لايف، فطبيعي كنت احضرها وافصل المحاضرة وكده يعني. هو كان ميتنج على جوجل ميت، تمام، فطبعا ما كانش ينفع اجيب، وكان وقتها متحدد، فقعدت حضرتها، وبعد كده بقى قمت نمت، لاني بصراحة كنت فصلت خالص. وبس كده، ده كان يوم النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتعملوا لي فولو على تيك توك. بس ده كان فيديو النهارده. باي باي.